القصة بتتكلم عن مجموعة شباب دخلوا المشرحة تحدي بعد ما اتقفلت بسنين طويلة. المشرحة دي موجودة في منطقة معزولة في حلوان، والناس كانت بتقول إن اللي بيدخلها ما بيطلعش سليم. الشباب دول أول ما دخلوا لقوا المكان ريحته فورمالين قوية جدا كأنها لسه شغالة، مع إنها مهجورة من عشرات السنين. وهم ماشيين بالكشافات لقوا ترولي من بتوع نقل الجثث بيتحرك لوحده في الطرقة وبسرعة رهيبة. كان حد زقه بقوة والمكان كله صدى صوت صريخ مكتوم. أرعب حاجة حصلت إن واحد من الشباب دخل أوضة الثلاجات اللي بيتحط فيها الجثث، وفجأة الباب الحديد اتقفل عليه من برا. صحابه حاولوا يفتحوا الباب كأن كان فيه قوة خفية ماسكة الباب من جوا وبترزعه. ولما الباب اتفتح أخيرا لقوا صاحبهم فاقد النطق وشعره شاب أبيض من كتر الرعب، ولقوا علامة أصابعه محروقة على رقبته كأن حد كان بيخنقه. الشباب لما هربوا وخرجوا صوروا المكان من برا بالموبايل، ولما شافوا الصور لقوا خيالات ناس واقفة ورا الشبابيك المكسورة بتبص عليهم بتركيز، رغم إن المكان كان فاضي تماما ومستحيل حد يكون فيه. لحد وقتنا هذا ما فيش حد من أهل المنطقة بيجرؤ يقرب من سور المشرحة دي بعد المغرب، لأن السكان اللي جوا مش عايزين حد يزعجهم. لو عجبك المقطع ما تنساش تشترك وصلى على النبي، واستنونا في مقطع جاي. السلام.